بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول الرب يسوع المسيح: لا تخف أيها القطيع الصغير، ردا على كلام الأخت إن المجموعة صغيرة. في يوم من الأيام هنلاقي فيه رجل الله نوح. خدم كم سنة نوح؟ 100. جاب كم نفس للرب؟ 8 أهل بيته بس. واحد تاني خدم مسافة نهار، جاب 120,000 نفس للرب. الفرق بين الاثنين ان اللي جاب 8 لما صلى وعمل مذبح للرب يقول: فصعدت محرقات نوح كرائحة رضا. والتاني قاعد تحت الشجرة يقول: موتي خير من حياتي. ده يوناني. فالعدد مش هو ده المقياس، ولكن المقياس قلب كل واحد. قلب كل واحد وهو بيشتغل. اللي جاب 8 كان قلبه مرتاح، فالمحرقات بتاعته صعدت رضا للرب. واللي جاب 120,000 عمل ايه؟ قعد يدعي على نفسه. فالعدد زي ما بقول بالبلدي، العدد في الليمون مش في خدمة الرب بالعدد. أنا سألت نفسي وقلت النهاردة أنا جاي لخدام، هتكلم في إيه؟ هتكلم فيما يحتاجه الخادم في الخدمة. وفي هنا 3 قراءات قدامكم. قراءة من سفر أخبار الأيام الثاني، وقراءة من سفر أيوب، وقراءة من سفر الأمثال. ونشوف النهاردة الرب عايز يقول لكل واحد فينا ايه. القراءة الأولى من أخبار الأيام الثاني والإصحاح الأول ومن عدد 7 ل 12. في تلك الأيام تراءى الله لسليمان وقال له: اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله: إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملكتني مكانه. فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض. فأعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. فقال الله لسليمان: من أجل أن هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضين، ولا سألت أياما كثيرة، بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه. قد أعطيتك حكمة ومعرفة، وأعطيك غنى وأموال وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك، ولا يكون مثلها لمن بعدك. قراءة ثانية من سفر أيوب صح 39 من عدد 13 إلى عدد 18. جناح النعامة يرث، أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى إن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطلا تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنتهى الحكمة ولم يقسم لها فهما. عندما تحوز نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. القراءة اللي بعد كده سفر الأمثال 30 من عدد 24 ل 28. 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيد. الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. العنكبوت تمسك بيدها وهي في قصور الملوك. نشرح ال3 قراءات مع بعض ونشوف الرب عايز يقول ايه النهارده. القراءة الأولى: أعطى الرب سليمان عطية عظيمة في هذا الجزء. طلب سليمان طلب رائع جدا.
والإجابة دي بهرت الرب وفرحت قلب الرب، لأن سليمان طلب حكمة. فراى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك. شيء رائع، الله مستعد إنه يعطي، ولما الرب يعطي شيء أكيد عطايا الرب جيدة. والرب بيوجه هذه الكلمة لكل واحد قاعد النهاردة معايا، بيقول لكل واحد فيكم اسأل ماذا أعطيك. اسألي ماذا أعطيك، لكل نفس النهاردة قاعد. بس خد بالك وخدي بالك، اللي هتطلبيه واللي هتطلبه هيوضح شخصيتك، مين انت، ويكشف عن خبايا قلبك. كلام سليمان كان كلام بسيط جدا. انا عندي شعب اعطيني الان. نفسي وانتم بتتقابلوا في اي رياضة او انتم بتصلوا للرب تقولوا له اديني دلوقتي. سليمان طلب حكمة، وهي دي العطية والبركة العظمى. الخاطي لو خد من الرب حكمة مش هيفضل ولا دقيقة خاطي. أجرة الموت، أجرة الخطية إيه؟ موت. تهيألي مفيش حد عاقل ولا حد عنده حكمة يختار الموت، لكن هيجي للرب ويتوب لو عنده حكمة. رأس الحكمة مخافة الله. أرى رجل سليمان، أنا من شوية قلت اللي هتطلبه هيكشف شخصيتك ويكشف خباياك. الرب قال لسليمان من أجل هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أيام كثيرة. 5 حاجات كل الناس بتجري وراها، سليمان ما طلبش ولا واحدة منهم. الناس بتطلب ايه؟ يا رب ابقى غني، يا رب شقة، يا رب وعربية، يا ريت الشقة تبقى فيلا، يا رب والعربية تبقى ما شاء الله 2 متر 3 متر. وعدويني يا رب، شيل عدويني من وشي يا رب، وديهم في داهية يا رب، احرقهم عشان خاطري، وطول في رب في عمري، خلينا اخلل في الارض دي. 5 حاجات الناس بتجري وراها. كرامة، ربنا ياخد عدوينك ويديك فلوس. 5 حاجات دايما بنطلب. والغنى، سليمان ما طلبش ولا واحدة منهم، لكن طلب حكمة. والرب قال له علشان ما سألتش وما صليتش وما طلبتش ولا واحدة من ال5 قد أعطيتك، اديتك. ثلاثية جميلة جدا. اسأل ماذا أعطيك. يقول له أعطيني الآن، يقول له إيه؟ قد أعطيتك. ودي العلاقة مع الرب، دي العلاقة مع الرب. والرب بيسأل كل واحد فينا اسأل ماذا أعطيك. يا ريت لو جاوبتوا النهارده عشان خدمتكم وعشان حياتكم وعشان بيتكم وعشان أعمالكم، تقولوا له يا رب أعطيني الآن يا رب حكمة. الحكمة ما بتجيش غير من فوق، من عند الله. صدقوني، والرب بيستجيب لهذه العطية بسرعة وما بيتأخرش، وبيقبل للعطية دي كلمة دلوقتي، الآن. مفيش طلبة بيسمح لك فيها تقول له الآن غير الحكمة. يقول الكتاب المقدس إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يعني ربنا يديك وما يعيركش. إن ما كانش عندك حكمة، لما تيجي الحكمة يجي وراها الخير كله، وما عندكش حكمة تيجي البلاوي كلها من الغباوة بتاعت الإنسان. الجهل بيضيع الخير كله. عندما تأتي الحكمة تأتي وراها كل البركات. ولو الحكمة غابت عن العقل والبيت والراجل ما عندوش حكمة والمرأة ما عندهاش حكمة، خربت. حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيديها. ده كلام الكتاب المقدس في سفر الأمثال. دي القراءة الأولى. القراءة الثانية بتاع سفر أيوب، ربنا أنسى النعامة الحكمة. ليه يا رب ما كانش للنعامة حكمة؟ بسألك يا رب جاوبني. يقول لي الله طب أنا ليه بسمح لك تاكلها؟ أقول له علشان خيري يا رب وعشان خاطر صحتي. الله ويقول لي، يرد عليا وأنا نسيتها الحكمة، إياكش تتعلم منها. فلما تشوف غباوتها تخاف من الغباء وقلة الحكمة. زي ما بناكل الطيور وبنتغذى باللحم
بتاعها. أنا عاوزك كمان تتأمل في النعامة وتخاف من الغباوة وقلة الحكمة. يقول الرب: جعل الله لنا الزنابق والطيور والحيوانات لبركاتنا لكي نتعلم. قال مرة يسوع: انظروا إلى طيور السماء، انظروا إلى زنابق الحقل. وقال بولس في كورنثوس: أليست الطبيعة نفسها تعلمكم؟ اللي عاوز يتعلم هيتعلم حتى من الحيوانات. في مرة أيوب قال لأصحابه: اسأل بهائم الحقل ماذا تعلمك. يا ناس صدقوني بشوف ناس في الخدمة محتاجة للبهائم تفهمها، مش لبني آدم يفهمها، لبهيمة، لأنهم لم يحترموا وصايا الله. وبيقول الرب في سفر أيوب أيضا: إنسان في كرامة ولا يفهم كبهائم الحقل التي تباد. مفيش فرق بين البهيمة وبين الإنسان اللي يعرف إن هو خلق في كرامة بس ما عندوش. هنشوف البهائم بتعمل حاجات كتيرة للأسف الناس ما بتعملهاش. ليه يا رب جايب النعامة النهاردة؟ هنتكلم عن النعامة النهاردة اللي أنساها الله الحكمة. النهاردة في مزارع للنعام على طريق القاهرة، اسكندرية، الصحراوي، وفي تشجيع لتربية النعام، وتربية النعام كلها مكسب. الريش بيتباع، اللحم بيتباع، البيض بتاع النعام غالي جدا. اللحمة الكيلو ب80 جنيه، تخيلوا لحمة النعام الكيلو ب80 جنيه. اللانشون بتاع النعام ب110. ما انا ساعه ما قريت النعامه حبيت اعرف، فابتديت اسال واحد بربي نعام جبته، قول لي البيضه بكام والكيلو بكام واللانشون بتاعها بكام فعرفنا. ولحمها حلو، واللحم بتاع النعام حلو، والريش بتاعها بيتعمل مخدات. طب تكاليف تربيتها ايه؟ بتاكل اي حاجه، زلط، طوب، صفيح، زي الخنازير كده، مسامير بترمرم، طول ما هي قاعده بترمرم. هنا روح الرب بيسأل: جناح النعام يرفرف، حلو يرفرف، تشوفها تلاقيها فرحانة بروحها على طول. خشوا أي مزرعة نعام وتفرجوا تلاقي نعامة فرحانة بروحها على طول، عمالة ترفرف. هي غبية وتعيسة وخايبة بس عمالة ترفرف، ما بتعملش حاجة غير إنها تجري وترفرف بجناحها وبريشها الكبير، منظر وبترفرف. لكن روح الله بيسأل سؤال في غاية الأهمية: أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ إيه المقصود بالكلام ده؟ المنكب الرؤوف اللي بيشيل ولاده نلاقيه في النسر، بينفع، بيهتم بأولاده. على فراخه يقول الكتاب المقدس في المزامير: يرث. النسر بيرث والنعامة بترث. لكن في فرق كبير بين رث ورث. في رث على الفاضي وفي رث على ايه؟ المليان. النسر بيرف على فراخه علشان يعمل دوامة هواء ويعلم فراخه الطيران، ولما يلاقي ابنه تعب يقوم نازل غاطس شايل ابنه على كتفه على منكبيه ايه وطالع فوق. طب النعامه بترف على ايه؟ ولا حاجه. طب عملت ايه لاولادك يا خايبه؟ تعرفوا عملت ايه؟ باضت البيضه وحطيتها في الرمل في التراب، وبتنسى ان الرجل بتضغطها. حيوان البر بيدوسوا. علشان كده لما البيضه تفقس بالحظ او بالصدفه تقسو على اولادها كانها ليست اولادها. هي ما تعرفش انهم ولادها، ما هي رمتهم في التراب لما كانوا بيض. لكن النسر يعلي عشه ليجعل اولاده في حمايه. كل عشش القصور في حته عاليه فوق المرتفعات. علشان كده الرب قال في تثنية الشراع 32 عايز يظهر حكمته ومحبته للبشر، فبيقول: كما يحرك النسر عشه على فراخه يرف ثم يحملها على منكبيه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. مزمور 91 بيقول: بخوفيه أظللك وتحت أجنحته تعتصم. أجنحة بترفرف ليها فايدة، وأجنحة بترفرف ملهاش فايدة. هو ده الفرق بين الحماقة والحكمة. أسيب النسر والنعامة وأجي على بني البشر وأسأل: كل خادم بيخدم في مجال الرب. الواحد سافر وراح وجاء وباع واشترى، أسأل: كم واحد استنفع
من وراء كل إنسان خادم. حد شاف من الخدام المسيح وريته المسيح للناس؟ هو ده اللي عايزه منا الرب النهارده. شفت يسوع المسيح كم مرة في حياتك؟ وريت يسوع للناس كم مرة في حياتك؟ الله خلقنا إناء للكرامة، ويكون إناء للكرامة إناء مقدسا نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. هل إحنا أواني الناس بتستنفع من وراها، أم إحنا أواني بنلف زي النعامة؟ رايح فين؟ النهارده عندي خدمة، يروحوا الخدمة، يروحوا الاجتماعات، وزي ما بيروحوا زي ما بيخرجوا. كم واحد استنفع من ورانا؟ النعامة عمالة ترف كمعين من عيالها استفادوا ولا واحد. وكل ما تخش مزرعة تلاقيها شغالة رفرفة. نسأل نفسينا كم سنة رفرفنا على الفاضي؟ كم ولد من ولادنا استفاد من مخافة الله من الحكمة؟ شفت اخوات في حياتي وفي عيلتي كمان بيتقاتلوا على الميراث، وشفت ناس فقراء جدا 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 وولادهم في احسن حال. اعرف ناس ما كانش حيلتهم الا الله وطلعوا ولادهم في اعلى المراكز، وناس عندهم حاجات كتيرة جدا ولم يفيدوا اولادهم بشيء. كنت بتكلم مع واحد من فترة بيقول لي انا ابني تعبني جدا. قلت له نشوفه، قال لي انا بديله مصروف 1000 جنيه في الشهر بس هو تعبني. قلت له قلت له انت بتقول بتدي لابنك 1000 جنيه في الشهر، طب ابنك لما يتخرج وجات له شغله ب 500 هيقول لك ايه؟ ما انا اقعد في البيت. ها؟ لا، ما انا اقعد في البيت واخد الضعف. مفيش حكمه، مفيش حكمه. بيديله 1000 جنيه واتكل على الله يا ابني ايه واعمل اللي انت عايزه. بس ابنه ارفض. نعامه النعامة غبية لأنها ما بتفهمش، ملهاش فايدة لأنها ما عندهاش حكمة. الحكيم بيفيد أي شخص وبيفيد نفسه. كل إنسان بنستفاد منه هو حكيم. من ضمن صفات الجاهل يقسو على زوجته ويفتكرها رجولة، تقسو على أولادها تتصور إن ده حزم. قسوة ما فيهاش محبة، ما فيهاش حنو. حينما يغيب الفهم يغيب الحنو كمان ويغيب الحنان عن البيت. آخر وصفة للنعامة عندما تجوز نفسها للعلاء. هي أكبر من أي طير وهي ماشية تتمخطر زي العبيطة، شغالة مخطرة طول النهار بترفرف وكبيرة. وياما شفت ناس اتفرج عليهم ألاقيهم زي النعامة وأقول يا مثبت العقل والدين، لو يقعد بس قدام نفسه بس دقيقة واحدة هيفهم هو إيه بالظبط. نعامة ماشية كده، أنا جيت أنا رحت. نعم حاسس إنه مفيش حد في البلد زيه، محدش بيفهم إلا هو. بس يقول الكتاب المقدس فترى الفرس وراكبه آتيا عليها. تضحك الفرس وراكبه وهي واقفة عمالة تتمخطر وترف وتضحك، غبية. طب تفتكروا الفرس وراكبه في الكتاب المقدس ده مين؟ ده إبليس، ده جاي يضحك يا خايبة. لا، هو طويل وأنا طويلة وترفرف، ويا ناس عمالة ترفرف، ونقول يا مثبت العقل والدين في كل المجالات. أنا بشوف في كل المجالات، حتى في الكهنوت ناس تترفرف. أبونا راح اسم الله عليه، أبونا رجع. وزي ما انتم شايفين الناس بتحب الكهنة وبتحب الأسس. أبونا تاكل مندي، أبونا وحياتك تشرب مندي، أعمل لك كده، وهو نعامة الخايب عمال يرفرف ومش عارف إن الشيطان جاي يشيله. ده احنا بنشوف ناس كبيرة. أنا مين يا عم؟ أنا مين؟ يوم ما ربنا يديك حكمة تعرف إنك خدام، ما انتش حاجة. أنت تقوم وتغسل رجلين كل اللي قدامك، تقوم وتقعد باحترام قدام كل اللي قدامك، لأنهم هم اللي قدامك، هم اللي مشغلينك، ويسوع من مشغلك وحطك علشان خاطر اللي قدامك. ما تبقاش نعامة يا حبيبي. لكن بنشوف فيشوف الفرس وراكبه وهو ماشي، النعامة ماشية عمالة ترفرف
ده جاي يشيل رقبتك يا خايبة. حاجة جنبه. تعرفوا ان النعامة اسهل صيد في الدنيا، لا محتاجة لبندقية ولا مسدس ولا رمح ولا سيف ولا سكينة ولا دبوس. عارفين كده النعامة بيصطادوها ازاي؟ يلفوا حواليها كده لفة واحدة. الخايبة تعمل ايه؟ تفضل تلف 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 الدوخ تقع، يجوا مش هيبقى بنيه وماشي. بتشوفوا بطل زي كده؟ اكيد بتشوف، اكيد بتشوف. تتشال كده زي ما هي وتطلع على المذبح ويخلصوا عليها. هذا الكتاب المقدس يقول لنا من هو الفرس وراكبه. سفر الخروج 15 هو اللي كان بيمرر حياة الشعب بعبودية قاسية. هو إبليس، هو الشيطان اللي قلب البيوت جحيم وقلب أفكار الناس والشباب بحاجات غلط، مالي حياتهم بالشر والنجاسة. إبليس الذي لا يأتي إلا ليذبح ويهلك. ماذا فعل مخلصنا في إبليس؟ بيقول الكتاب المقدس الفرس وراكبه طرحهما في البحر، غاصوا في البحر كالرصاص. لكن اللي عنده حكمة يقدر ينتصر على الفرس وإبليس، الفرس وراكبه. أما اللي عمل زي النعامة فهو فريسة سهلة. شوفوا النسر لما يجي الصياد ويصوب البندقية بتاعته، يجري النسر على فين؟ ناحية النور. الصياد يجي يبص يعمل فترة صغيرة ما يشوفش حاجة. بنقول للرب يا رب ادينا حكمة النسر، خلينا دائما نجري نحو النور، الصخرة اللي أنا بني بيتي عليها وبني حياتي عليها. الرب بيقول من يسمع أقوالي ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، وكل من يسمع أقوالي ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على إيه؟ على الرمل. النسر بيجري على النور. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أفزع. عند اقتراب الأشرار اللي يأكلوا العشاء معايا، صح؟ يأكلوا عشاء سوا، يأكلوا لحمي. مضايقية وأعدائي عصروا وسقطوا. النعامة أسهل صيد بسبب الغباوة. والإنسان عجيب قوي في حياته. يقول يا حماتي منغصة عليا حياتي، خلاص قفلت البيت، خلاص البيت ده هيتقفل بسببها. مديري في الشغل الله لا يوفقه، هو اللي مضيعني موريني النكد كله. يتنقل المدير وتموت الحما وده يروح في مكان تاني والنكد شغال في الشغل وشغال في البيت. أصله الحاجة من جوه مش من بره. حكمة كيف تتعامل مع البشر وكيف تتعامل مع الله. المسألة مش من بره، المسألة من جوه. الحكمة ناقصة. كان في امرأة ذكية جدا في الكتاب المقدس، امرأة نازفة الدم 12 سنة عمالة تجري على الأطباء. لما شافت يسوع قالت إن مسست هد ثوبه أشفى، فخرجت للوقت قوة وجف ينبوع دمها وعلمت أنها بريئة. تصرفت بالحكمة هذه المرأة. قالت إيه؟ هد ثوبه، لو أنا مسكته يحصل لي إيه؟ حرامي ورئيس عشرين وظالم مشكلة، يبقى كويس ازاي ده؟ وطلب أن يرى يسوع. قال له اسرع وانزل، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ده زكى، ده بيت زكى، لأنه زكى عمل زي الناس، طار على اللي طلع فوق الشجرة عشان ايه؟ المرأة نزلت في الدم جريت على يسوع ومست خد ثوبه. نسر. أخشى وأنا بتكلم لسه عمالين تضحكوا، أي حد بيضحك على الفرس وعلى راكبه. أخشى إنه في ناس عمالة ترفرف لحد النهارده. من يسخر من الأبدية ويسخر من الجحيم يبقى عامل زي النعامة التي أنصاها الله الحكمة. لو مش مصدق إن في نار أنت نعامة، لو مش مصدق إن في مجيء تاني للمسيح يبقى نعامة. سمى العذارى الجاهلات والعذارى الحكيمات. بولس الرسول بيقول عسى أن يعطيهم الله توبة فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم. ولسه في ناس ممكن تكون عاملة زي النعامة. نروح للقراءة الثالثة. 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. النمل طائفة غير قوية ولكنه يعض طعامه في الصيد.
اتكلمنا عن النعامة الأكبر اللي شايفة نفسها، بس في كمان الأصغر حكماء بقى، الصغيرين دول حكماء، ربنا يدينا الحكمة بتاعتهم. صغرني يا رب، صغرني يا رب وخليني حكيم أحسن ما تكبرني قوي وابقى غبي وجاهل ومنفوخ على الفاضي. 4 هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا. شكرا للرب إنه بيعطي دايما الأصغر حكمة. قال الحكيم عن الحكمة كل جواهرك لا تساويها. قالت الحكمة عن نفسها عند الكرامة والغنى قنية فاخرة. قالت أيضا الذين يبكرون إلي يجدونني. هي اللي قالت كل مبغضية يحبون الموت. أي مبغض للحكمة يحب الموت. النعامة الغبية تعبها باطل يقول الكتاب بلا أسف، بتتعب وتعبها يروح على الفاضي ومش شعر أن هناك مشكلة. وأنا متهيألي دي المصيبة السوداء، إن الواحد يكون وصل لسن 40 50 60 وفي تعب باطل كتير مش حاسس إنه عنده مشكلة خالص، الحياة ماشية. تعبها باطل تعبها بلا أسف. سليمان قال باطل الأباطيل، لكن هو حس وقلبه انقبض واكتئب لأنه لقى إن تعبه باطل، لكن في ناس تعبها كله باطل وما عندهاش أسف. دي الناس اللي ما عندهاش حكمة. أقول للرب النهاردة صغرني بس اديني حكمة بدل ما أبقى منفوخ على الفاضي. النمل طائفة قوية. النمل ده لا عيلة ولا منظر ولا صيت ولا فدادين ولا عمارات، طائفة غير قوية. يعني طابور نمل طويل عريض ياخد من حذاء حضرتك قد ايه؟ ولا حاجة، خطوة جبت أرض. دول الكتاب المقدس لكنه يعد طعامه في الصيف. ماذا تعني هذه العبارة؟ إنه يعد العدة لمواجهة يوم عصيب. في يوم سيأتي الشتاء بقسوة بعواصف بأمطار، سيأتي الشتاء حتما، والحكيم من يعد العدة لمواجهة يوم عصيب. خصوصا لو كانت الإمكانيات متاحة النهاردة ومش متاحة بكرة. العذارى الحكيمات سموهم إيه؟ مستعدات. والنمل الحكيم اسمه إيه؟ مستعد يعد العدة. هل كل واحد قدامي النهاردة مستعد إنه يقابل الرب في أي وقت؟ في خدعة كبيرة، المثل اللي بيقول يوم الله يعين الله. عارفين المثل ده؟ يوم الله ربنا يعيننا، يعني في يوم الله صح بتاع المثل ده. يوم الله سيدين الله، ربنا يحاسبنا في يوم من الأيام، وعليك أن تعد نفسك لمواجهة هذا اليوم. أرميا النبي بكى وشرح لنا سبب بكائه في أرميا 8. مضى الصيف وانتهى الحصاد ونحن لم نخلص. أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ لماذا لم تشفى بنت شعبي؟ الصيف خلص وما فيش أي حاجة. نحن نعيش الآن في زمن النعمة وزمن البركة. احنا في صيف، في جو ربيع، في صيف وفي شتاء. اوعى تفتكر ان الحال هيبقى على طول كده. هيجي يوم وتفصل الحنطة عن الزواج. تعرفوا في شهر كندا، في شهر اغسطس سوري، عرفوا في كندا حجم الثلج هيبقى ارتفاعه قد ايه في شهر يناير وفبراير. من اغسطس عرفوا في يناير وفبراير الثلج هيبقى قد ايه. بأجهزة تفتكروا وحاجات؟ ما فيش أجهزة. دوروا على النمل وشافوا النمل حاطر قد ايه ومحوش اكل قد ايه. ضربوا الضربية بتاعتهم عرفوا الثلج في كندا قد ايه. الإنسان عارف إن في يوم هيتحاسب فيه عن كل عمل، عارف إن في يوم شتاء جاي. ليه ما أعملش حسابي؟ أنا الآن في زمن النعمة وزمن الروح القدس، زمن الكنيسة وزمن الأسرار. ليه ما أجل التوبة وأنا ضامن بكرة في إيه؟ لكن لما أخش في المسيح يقول الكتاب لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم فين؟ في المسيح يسوع. من ضمن أسماء الرب يسوع في تسالونيك الأولى واصحاح 1 وعدد 10 منقذنا من الغضب الآتي. يعني لما نحتمي فيه مش هيحصل لنا حاجة. يجي الشتاء بكل الزوابع انت في امان. هل كل واحد فينا مأمن على نفسه في الحتة دي؟ هل عاملين وثيقة التأمين دي مع يسوع؟
اللي قال عنها الرب يسوع المسيح في يوحنا 10:28 الذين في يدي لا يقدر أحد أن يخطفهم مني. تعرفوا في كم وثيقة تأمين في أمريكا؟ كم نوع؟ في وثيقة تأمين على الرجلين وعلى الراس وعلى الإيدين، وفي وثيقة تأمين على الكلاب، وفي وثيقة تأمين على القطط وعلى البيت من الحريق ولا من الأعصار، وكل الكلام ده فيه تأمين. تعرفوا الشعب ده لما بينام بياخد كم قرص مهدئ؟ 2 مليون قرص مهدئ في أمريكا اللي فيها الرفاهية كلها. تعرفوا ليه؟ أصل يسوع شاحح، فكل ليلة ياخدوا 2 مليون قرص مهدئ. الشعب ده اللي عنده كل حاجة، كل حاجة عندهم، حتى الإباحية عادي هناك عم انت عايش، مفيش مشكلة، حرروا من كل حاجة. ولكن هذا الشعب 2 مليون قرص مهدئ ليلاتي. السويد أعلى معدلات الأجور، 60,000 حالة انتحار في السنة. طب انتوا ناقصكوا ايه؟ بس مش مأمنين عند يسوع. لو مأمن عند يسوع يبقى الذين في يدي لا يقدر أحد أن يخطفهم مني. خليكم زي النمل، أعدت الإمكانيات المتاحة لمواجهة يوم عصيب قادم بلا إمكانيات متاحة. عيب الكنيسة عندنا إن دايما بنتكلم يسوع حلو، يسوع أمور، يعني هتبقى إن شاء الله محبة محبة، الله محبة محبة. بس أنت مش هتستعبط يسوع، يعني مش هتضحك على الله. على قد ما هو عنده محبة وعلى قد ما هو عنده رحمة، ولكنه هو قدوس، كل صفاته فيها انسجام. عنده غضب، الله يغضب. لا تتعامل أنت مع إله بارد. يعني يسوع محبة، ما بالك 5 أبانا و5 سلام وإن شاء الله هتبقى زي الفل إن شاء الله. ويرجع له تاني. ما هو عارف إن ثمن الخطيئة مش موت. 5 أبانا و5 سلام، 5 أبانا و5 سلام. لكن لا، إلهنا إله يغضب. المزمور بيقول اعترفوا للرب فإنه صالح لأن إلى الأبد. اعترفوا لصالح النيرات العظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الذي الشمس لسلطان الليل لأن إلى الأبد. الذي غرق فرعون إلى البحر في البحر لأن إلى الأبد رحمته. يعني في رحمته لا يتغاضى عن عدله وعن محبته. ولكن احنا خلينا في الكنايس كده كاجوال. يسوع كاجوال، خلاص قاعد اخسر ايه؟ خش كنيسه واعمل صليبك ولا عشان عينك، خلاص تقوس اعمل التعصيل دول عليك خطايا يا عم بالراحه. يعني عندك شويه فقراء وادفع لهم وشمعتين هنا و5 أبانا و5 سلام وعندك السبحه مرتين في اليوم وخلاص. الله لا يقبل سداد خطايانا بالتعصيب. هو بيقول لك الحساب عندي خلاص، لكن بشرط انك تبقى حكيم، تعد العدة الآن، لأن هناك صيف قادم. عارف ان في شتاء داخل عليك، عد العدة. يعني ايه؟ روح للمسيح وقول له انا عارف يا رب انك دفعت الثمن كل ما فعلته. انا عارف يا رب انك بتحبني حب عظيم جدا، ولكن مستوى حبي لا يرقى الى مستوى حبك. انا عارف يا رب اني مستحيل ادفع بالتقسيط خطاياي ابدا. يجي يقول لك طب تعالى انا دفعت لك كل حاجه. استغرب، انت داخل على مين وبتعمل ايه؟ انما لو هتمشي ب5 أبانا و5 سلام كل شويه خلاص توصل ل5000 أبانا و5000 سلام وانت فين؟ مش حاجه بتتغير فيك. لكن الحكيم يعمل زي الناس، يعد العدة لأن هناك شتاء ايه؟ قادم. يتكلم بعد كده الكتاب يقول الوبار طائفة ضعيفة ولكنها تضع بيوتها في الصخر. طائفة ضعيفة. الوبار شبه الأرنب كده، بس حاطط بيته جوه الصخرة. وريني شطارتك يا غزال لما يجي لك الصياد يا حبيبي، وريني شطارتك فين؟ انت يا فيل يا كبير، ما هو الصياد داخل عليك، وريني شطارتك يا روحي. ما الفيل مش حاطط في الصخر والغزال مش حاطط في الصخر. لما يجي الصياد بالسلامة الغزال وبسلامة الفيل.
ولكن يفضل الوبار عايش جوه الصخر. اعرف 3 غلابة والملك قال لهم حرميكم في اتون النار، بس ال3 كانوا مأمنين نفسهم عند الرب. طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. عملوا ايه ال3 في الاتون؟ اتفكت القيود وتمشوا جوه النار. مع مين؟ الرابع شبيه بابن الآلهة. دول ناس عاملة تأمين. يقول الرب من يسمع أقوالي ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنى بيته على إيه؟ على الصخر. ومن يسمع أقوالي ولا يعمل بها يشبه. ما يستاهلش نشبهه، بس الأولاني مين شبهه يا جماعة؟ يسوع. من يسمع أقوالي ويعمل أشبهه برجل عاقل. ومن يسمع أقوالي ولا يعمل يشبه. أي حد في الشرع يشبهه، ما يستاهلش إن يسوع يشبهه برجل جاهل. يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل. كل واحد فينا باني، ما تفرقش باني ايه، لكن تفرق باني على ايه. هل انا باني على الصخر؟ املك ورجائك في ايه؟ الحكيم بيبني في الصخر ويحتمي في الصخر. احكي لكم حكايه اوريكم ان الانسان ما بتنفعش معاه حاجه، لا صحه ولا مال ولا عيال ولا اي حاجه. ليا صديق ليا سافر امريكا، هو رجل دين، سافر إلى أمريكا وخدم هناك لمدة 2 أسبوع. قبل ما يسافر يرجع تاني مصر قالوا له في واحد مريض بيموت عنده كانسر، فلا معلش لازم تروح تشوف. وراح يشوف هذا الرجل، لا الراجل ده مشغل كاسيت وفي أناديل، وعرف أن هذا الرجل عرف الرب من خلال سرير المرض. عمال يسمع في أحاديث وعمال يسمع في عظات، وتحول هذا الرجل عنده رجاء جامد جدا، فتحول سرير الفراش إلى جنة. كان بيقول أنا سعيد، أنا فرحان، إيه الخير اللي أنا فيه ده، مع إنه كان عنده كانسر. الراجل ده كان متجوز مدة 20 سنة ما كانش عنده عيال، وكان حاسس في فراش المرض إنه عايش في عز مع الرب يسوع المسيح. قام يصلي صديقي معاه، الراجل كان عنده كانسر في النخاع، ما يقدرش يقوم، قام علشان يصلي. يقول لي شفته طويل، الراجل كان طويل كده ووشه منور، وقاموا صلوا مع بعض، وش الراجل كان بيلمع. ورجع رجل الدين ده اللي انا اعرفه لمصر هنا، وبعد سنه سافر امريكا ثانيه ودخل الكنيسه، نفس الكنيسه، لقى واحد سلم عليه وقال له انت مش فاكرني؟ قال له لا مش فاكرك. قال له انت جيت زرتني في البيت. الراجل الكاسف يقول انا رحت ازور مريض بالكانسر وده كلمه خلاص سلام. الراجل يقول له انت زرتني وانا عيان. قال له السنه اللي فاتت انت جيت عندي. قال له انا ما زرتش غير واحد وعنده كانسر، ده زمانه اتكل على الله. قال له لا، ما هو انا اللي عندي كانسر، وكنت متجوز بقالي 20 سنه، وزوجتي كانت ما بتخلفش، وكان عندي سرطان ما انت عارف، لكن ربنا شفاني وربنا رزقني التوأم في السنه اللي انت كنت هنا مش موجود فيها. قال له طب ليه يا حبيبي انت النهارده وشك ماله كده، انت ليه قصير وشك مش منور زي ما انا ما شفتك؟ قال له معلش يعني، وايه داخل على الكنيسه بعجل وخارج بعجل من الكنيسه. قال له معلش اصل انا كمان ربنا فتحها عليا، فعندي 2 سوبر ماركت كمان، فعقبال ما اخلص يا رب اخش الكنيسه اعمل صليب وامشي. لما كان في المرض كان عارف ربنا، خاف ما بقاش عارف ربنا اداله عيلين واداله 2 سوبر ماركت، اتلفت في وسط زحمه الحياه. لكن وشه ما مش هو ده وشه، مش وش اللي بيلمع المنور، ومش ده الطول اللي هو كان فيه، قصر وشه طفى. يعني ربنا شفاه واداه عيلين في 9 اشهر واداله 2 سوبر ماركت. لكن راجل الدين بيسأله، قال له الاخ اللي شفته السنه اللي فاتت كان طويل ورافع راسه ووشه بيلمع، ممكن تقول لي اللي انا شفته ده النهارده ده مين؟ اللي انا شفته ده مين؟ فعايز اقول لكم لا بينفع، لا المرض بينفع في الانسان، ولا كمان الخفه من المرض، ولا يكون عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس، الحاجات دي ما بتفرقش. المهم انت باني بيتك على ايه؟ في خط واحد انت عايشه، هل الخط ده عايشه مع الرب يسوع،
وعيش بره الرب يسوع. لا أنت حار ولا أنت بارد، أكاد أن إيه؟ أتقيأك. الناصح اللي يدور على الصخر الكامل ويحط بيته ويحط في بيته ويحط شغله ويحط حياته كلها. نيجي للجراد. هنا بيقول ايه؟ الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا. ملوش ملك، فتعود أن يستعيد عن غياب القائد انه يبقوا كلهم معاه مع بعض. دي بقى الكنيسة أحبائي، شعب الله كله مع بعضه، كله بيسند بعضه. دي خدمتكم، دي خدمتكم. يسوع فوق لسه ما جاش، معانا الروح القدس نعم، ولكن يجب أن نكون كلنا مع بعض كنيسة، نحب بعض، نقف بجانب بعض. يسوع بيقول حبوا بعضكم بعضا. أصل أنا ماشي، كان بيقول للتلاميذ في يوحنا 13 في يوحنا 15 حبوا بعضكم بعضا لأن العالم سيبغضكم. إنسان جاهل اللي يزرع خصومات داخل الخدمة أو يزرع الفرقة بين الإخوة. العنكبوت نمرة 4 هنا بيقول إيه؟ العنكبوت تمسك بيدها وهي في قصور الملوك. العنكبوت يخش قصر الملك، قول له بقى سيبك بقى، بقول لك إيه، بلاش بقى البيت العجيب اللي بتعمله ده في أي ركنة بقى، شوف لك كده كنبة حلوة، عرش جميل كده واقعد عليه، شوف لك أي حتة كده وريح سرير الملك. بلاش بيتك ده اللي عبارة عن خيوط. لكن العنكبوت فقري يجي في ركن الحيطة في قصر الملوك ويقوم عامل البيت الغريب بتاعه. يرد العنكبوت الحكيم يقول أصل أنا بعرف اللي يناسبني واللي يريحني، أعمل إيه بقصر يكسر ظهري، أعمل إيه بعرش ما أعرفش أقعد عليه، أنا بعرف اللي يناسبني. حلو المؤمن إنه يعرف اللي يناسبه. أنا ما أقعدش في وسط البهوات وأعمل بيه، لكن أنا أقعد في الكنيسة مع الإخوة. العنكبوت بيعلم الإنسان إنه ينقي اللي يناسبه، بلاش الفشخرة. حتى في مجال الخدمة في فشخرة صدقوني. أنا في خادم من الخدام يعني عماني بمركزه، يعني خلاص هكلم نفسي بعد كده، يفكر كل دقيقة يفكرني هو إيه بالظبط. أنا أكذب يا عم بالراحة عليا، يا عم أنا أديت بس يا أخي أنا عارف يعني أقوم بقلع جزمتك يعني ما ماشي أقلع لك. لكن العنكبوت حكيم عارف اللي بيناسبه. ما قلتش انا قصد الملك وجاي على العرش بتاعه واقوم قاعد هكسر ظهري، يجي حد يقعد على الكرسي بالسلامه مات الزبون. لكن انا اجي اعمل اللي يناسبني، انا ما عنديش فشخره. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء ايه توافق. النمل يا احبائي في الحكمه بيعلمك الخلاص، الوبار بيعلمك الأمان، الجراد بيعلمك المحبة، العنكبوت بيعلمك القداسة. يعني قديس صعب قديس؟ لا مش صعب. كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي قدوس. هناك أمر إلهي إن إحنا نبقى قديسين. يقدر ينفذ الرب هذا الأمر ولا ما يقدرش؟ إذا كان حبيب العدلي نفذ الحزام في العربية والخوذة على الموتوسيكل، يبقى الله ما يقدرش ينفذ كلمته. كونوا قديسين حيث أمر الملك هناك السلطان، يقول الكتاب المقدس. قادر الرب يخليك قديس. قداسة النفس. لو كنت إنك اعرف اللي يناسبك واعمله، واللي ما يناسبكش ما تعملوش. عايز شيء يعديك في هذه الأرض، المحبة زي الجراد. عايز أمان، عندك الوبار. عاوز خلاص، كن حكيما وجهز نفسك من دلوقتي أن هناك دينونة. الله طبعا غضب الله المعلن من السماء على جميع حجور الناس وأثامهم، واللي يقول لكم إن ربنا غير كده بيضحك عليكم. فالحكمة في الآخر خلاصة هي منبع الخلاص والأمان والمحبة والقداسة. محتاجين للحكمة في حياتنا، محتاجين حتى الحكمة واحنا بنقرأ الكتب المقدسة عشان نعرف نتغذى ازاي. لازم نقولها ايه؟ تملى. لازم نقولها تملى. يعني انا بشوف ناس كتيرة تعمل حاجات عجيبة.
نازله من بيوتها فعايزه تصلي ولا عايزه تعمل حاجه فتقوم عامله كده. شوف النهارده ربنا يقول لنا ايه؟ دي هو بختك اليوم النهارده وانت فاتح الاهرام برج الحمل. صعب. لا انا لما افتح الكتاب المقدس افتحه بحكمه، يا اما هقرا بالتسلسل عهد قديم يا اما هقرا بالتسلسل عهد جديد. كويس مع الكتاب المقدس. نص الليل كنت حاجات حكيتها في الكنيسه عشان بس نلطف الجو شويه. كان ليا واحد صاحبي داخل يعمل عمليه. صاحبي ده عنده كده موضوع الكتاب المقدس بالشكل ده، كل شويه كده ويقوم قاري ممكن يكتئب. فقبل ما يعمل عمليه بنص ساعه هفتح الكتاب، فتح الألبية، طلع من الألبية ففتح كده فقرأ لأن الموت يأتي مرة واحدة. قال لك إن هذا يوم أسود مش معدي، يوم أسود. قال لك أنا هقفله ده كان سفر التكوين الكلام ده، هقفله كمان شوية فقفله. فتح من سوء حظه وجلس يعقوب بين بنيه وضم رجليه ونظر الى السماء. العمليه عدت وكل حاجه عدت ومفيش مشكله. المشكله في عدم الحكمه حتى في صلاتنا، عدم الحكمه حتى في فتح الكتاب. النهارده انا بطلب من ربنا حاجه ولسه كنت بقول لمجدي وانا جايين نجيب حاجه من العربيه، قلت له ضعف مجدي انا عملت حاجه بكرهها. قلت له مجدي ما احبش افتح الكتاب المقدس والاقي قدامي الفصل اللي هقراه. انا النهارده فعلا كنت بفتح الكتاب المقدس العهد الجديد عشان اطلع الانجيل لقدام. فبدور على حاجه معينه في راسي، بشكر ربنا عملت كده لقيتها، بس انا كنت بدور عليها خدمه يسوع، لان هو حاطط لي فصل. بس مش معنى كده انه في كل الاحوال ما حظك اليوم ميخا، ما حظك اليوم عبيديا، ما حظك اليوم اعمال الرسل. لا، اعرف واحد صاحبي في المحله اسمه مجدي، مش عارف عنده مصنع قماش ولا مصنع حاجه خاصه بالاقطام والحاجات دي. قال لي في واحد من عندنا ولد كده غلبان كده جاي القاهره عشان يالف في رزقه، خد بالك منه. قلت له ماشي ناخد بالنا منه. اتصل بيا اول ما وصل قال انا متضايق قوي في القاهره في مصر، متضايق قوي في مصر. قلت له ليه؟ مش عارف. قال لي قريت فتحت الكتاب المقدس، هو بروتستانتي الاخ ده. فتحت الكتاب المقدس وفي اشعياء يا ابونا ولقيت حاجه عجيبه جدا. قلت له ايه يا حبيبي؟ ربنا بيقول لي امشي من هنا. تمشي منين يا حبيبي؟ قال لي امشي من هنا وارجع المحل تاني. قلت له ليه؟ قال كاتب في اشعياء واللي فتحته الايه اللي قريتها الويل للبنين المتمردين النازلين الى مصر لكي يزيدوا خطيئه على خطيئتهم. قلت له يا ابني حبيبي، يا ابني حبيبنا كلها مصر يا ابني، انت نازل فين يا ابني؟ انا محل شرقيه بيروت. قلت له يا بابا انت مش في بيروت يا بابا دلوقتي يعني. قلت له انت مش جاي من بيروت وجاي على هنا، انت جاي من المحل يا حبيبي. المهم ما كلمنيش لمده اسبوع، اتصل بيا تاني قال لي انا في المحله. رجع المحله قال لي بس في حاجه تعبانه قوي، ودي طبعا اللي وقعتني من الضحك. قال لي انا قريت في برضه في اشعياء اللي نخرجه خارج المحله حاملين عرق. قلت له اخرج من المحله. هذا جهل يا عم، ده ايه ده؟ بس ده جهل في صلاته الشخصيه وجهل في علاقته مع ربنا كمان. محتاجين من رب النهارده حكمه، ربنا يدينا حكمه في خدمتنا في بيوتنا في اشغالنا مع جيراننا في الشارع علشان نعرف نخدم الرب. بدون الحكمه ما نعرفش نخدم مع ربنا، ما نعرفش نعمل مع ربنا اي حاجه. دي كانت الكلمه، واللي عنده اي سؤال اي استفسار انا خلصت. الواحد بيبقى محتاج فعلا يسمع كلمة ربنا دي، يعني بيبقى فيه مشكلة معينة وببقى عايزة أعرف كلمة فعلا إيه هي أو إيه، يعني بصلي الأول مثلا وبطلب مشورة ربنا وبعدين بفتح كده البحث اللي بتقول عليه ده، بس بيبقى فيه رد حاجة. الرد بيحصل يا مدام، لكن الحل عمره ما يطلع عشوائي من الكتاب. عمر ما الرد ما يطلع عشوائي، عمره ما يطلع عشوائي من الكتاب. هو طبعا الواحد لما يخش في مشكله ويكتئب احلى حاجه يعملها يحكي مع الرب يسوع.
كان في 2 في يوم من الأيام ماشيين في الميزاي عموان، ماشيين واكتئاب، يجي يسوع يقول لهم ما عرفوش يسوع مالكم عابسين كده في ايه؟ ايه اللي في وشكم ده؟ قالوا انت ما تعرفش اللي حصل في اورشليم؟ الرب يسوع عارف اللي حصل ولا مش عارف؟ عارف؟ هو اتضرب بالحدوته، سابهم يحكوا. كان هناك نبيا ومقتدرا وكنا فاكرين اللي هو جاي وعمل وايه، وحكوا كده. بعد ما حكوا وكشف الرب عن شخصيته، يقولوا لبعضهم ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا؟ ورجعوا بفرح إلى أورشليم. الرب عارف مشكلته صدقا. الرب لا يريد أن نخبره بمشاكلنا، بس عايز نتناقش معه بمشاكلنا، نتناقش معه. يا رب حصل النهارده كذا وكذا 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 وكذا، طب انت ايه رايك؟ لكن البشر في الصلاه ما بيعرفوش. في الصلاه فاكرين ان الصلاه احنا نتكلم وهو يسمع، حديث من طرف واحد ممل. لكن الله عايزنا انا اتكلم وهو يتكلم معايا. لكن عمر ما الاجابه تيجي يا رب انا عندي مشكله، اعمل ايه فيها دلوقتي؟ دي واحد خارج يقتل واحد، فيسوع بيقول ليهوذا ما تريد ان تفعله فافعله سريعا. اروح اقتله. خلاص انا همسك البني ادم ده وبهدله، فاقرا دي من هنا اقوم طالع مبهدل البني ادم. ده حق، ده صح، حكمه. انت بكل بساطه لما تقعدي مع الرب مره واثنين وثلاثه واربعه تسمعي صوته، تسمعي صوته من خلال كلاكس في الشارع. مش صعب انك تسمع صوت الله، لكن من كتر ما احنا بقينا العالم واخدنا مش سامعينه، محتاجين لليوم اللي قال عليه استاذ عادل، محتاجين. فخرج يسوع الى موضع خلاء. ما هو هناك في الخلاء بعيد عن الصخب، بعيد عن القرف بتاع الناس. اما طول ما انت قاعد هنا عمال تسمع ولا عمال تسمع خلاص، حتى ما عندكش تمييز للاصوات، مفيش تمييز للاصوات. هي بالتعود تقعد تتكلم معاه. لكن احنا خدنا الصلاه احنا نتكلم وهو يسكت. ولسه الطلبات سوبر ماركت، هاتي وهاتي 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 وهاتي. جبت لي تتعبل سهل، ما جبتليش انا راسي بقى وجعتني منك النهارده. دي علاقتنا بربنا. لكن لو انا عايز علاقه حيه مع الله اسمعه احكي بس اللي احكي مش بحكي علشان اعلمه بما يحدث، لكن علشان اللي احكيه ارميه ما ارجعش اشيله انا تاني. دي الصلاه، دي الصلاه. هلا من هنا في حياتنا المفروض تسمع عنها يا ابنك. مزمور 27: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعد. عند اقتراب الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل